لأبنائنا اللي بيموتوا أو إخواتنا أو أصدقائنا اللي بيموتوا ليلا نهار. امبارح كنا انفردنا مع زميلنا ايمن عيد اللي هيكون معانا على التليفون بعد شويه انه في بورسعيد ايمن قال انفجرت قنبله، انفجر جسم ومات واحد، وكانت عندنا الصوره ما رضناش نعرضها. انا قلت لكم الصوره يعني صعبه جدا لانه عباره عن جثه بلا راس يعني. وقلنا كنا انفردنا باسم الشهيد او الضحيه امبارح اللي توفى اللي هو صلاح الدين حسن محمد 38 سنه. وايمن اكد انها قنبله، لكنه فوجئت انه كل الشرائط الاخبار بتكتب انفجار اسطوانه غاز لاحد الباعه الجائلين. فكلمت ايمن تاني قلت له ايمن بيحصل كذا كذا، قال لي يا كابتن خد كمان اسماء المصابين والشظايا، منهم شريف صالح عضو مجلس اداره النادي المصري على فكره، وعنده مشكله في عينيه وجروح قطعيه بالجسم، ده اتنقل للمركز الطبي العالمي. احمد محمد احمد 22 سنه نزيف بالعين اليمنى، ده راح مستشفى الزقازيق. محمد علي ابو سمره 53 سنه بتر باصابع اليد اليسرى وكسر بالايد، ده الشهيد لما كان بكامل جسده يعني، كسر بالايد الشمال. عادل محمد شحاته ده حالته برضه صعبه لانه في المركز الطبي العالمي، لكن الحمد لله خرج. احمد محمد علي خرج، طارق صالح طارق محمد، خضره خليل حسن، دي واخده خرطوش في الظهر. محمد عوض، محمد حسن، خالد محمد ناجي، عمر احمد خليل، يوسف السيد الشافعي، كمال مصطفى، شعبان ابو الوفا، محمد فاروق ابراهيم، مصطفى احمد الغريب، احمد محمد ابراهيم، وخمسه اتنقلوا لمستشفى بورسعيد العسكري. بنعزي ابناء بورسعيد في مصابهم الاليم، ويا رب يسلم على مصر. لكنه ارجع تاني اكد انه زميلنا ايمن عيد هو اللي كان صادق، وكل اللي اتكتب كان خطأ، ثم عاد الجميع وصلح الكلام واكد اللي قال زميلنا ايمن عيد. النهارده بورسعيد خرجت عن بكره ابيها في الجنازه، يبدو انها ما زالت في الشارع. ايمن معايا، مساء الخير ايمن. مساء الخير كابتن شوبير، ومساء الخير على كل مشاهدي قناه مودرن الكرام، وبرسل تحياتي من مدينه بورسعيد الباسله لشعب مصر العظيم. الباسله بالتاكيد طبعا باسله، وتحياتنا وتعازينا لكل اهالي بورسعيد. يبدو انها بتتعرض لما يشبه يعني الانتقام، مؤامرة وانتقام. 51 واحد بيموتوا، 48 عقب الحكم في قضية مباراة المصري والأهلي، والآن بيرتفع عدد الضحايا إلى 51 بالضحية اللي توفي بالامس. برضه زميلنا طبعا كابتن، طبعا يعني بنرسل كل تعازينا وكل مواساتنا لكل العاملين بالحقل الاعلامي والحقل الصحفي. زميلنا الراحل الصحفي صلاح الدين حسن المراسل الصحفي بجريده شعب مصر، بنرسل كل تعزينا وخلص تعزينا. وطبعا احنا كاعلاميين كلنا مهددين نعم لهذا العمل يا كابتن، وبالتالي يعني انت كنت جنب مكان الحادث امبارح. انا كنت جنب مكان الحادث، وكان ممكن ان اكون واحد من ضمن الناس دي. نعم. لان اللي كانوا مصابين في هذا الحادث اذكر ان كان يعني انا على معرفه وصله كويسه بيهم، كان من ضمن المصابين اللي اعرفهم كابتن وائل حسني لاعب النصر السابق، والدكتور شريف صالح عضو مجلس اداره النادي المصري الحالي، ووالد احد المتهمين المحكوم عليهم بالاعدام الحاج عادل شحاته. دول من الناس اللي يعني الاوفياء لبورسعيد واللي بيخدموا البورسعيد، كذلك كل المصابين والراحل ايضا اللي توفى، كلهم بيحبوا بورسعيد وبيحبوا مصر. طب قول لي كيف كانت الجنازه اليوم؟ الجنازه خرجت بالالاف، جميع اهالي بورسعيد خرجوا اليوم بعد قضاء صلاه الجنازه على الراحل. الجميع خرجوا، بورسعيد خرجت عن بكره ابيها، لان بورسعيد كلها ايد واحده ضد ما تتعرض له مصر من مؤامرات، وضد ما تتعرض له مصر من كل ما يراه الجميع الان من مشهد سياسي يحزن الجميع، يحزن مصر على الحال الذي تمر به مصر. هل ما زالت الناس في الشوارع في مسيرات يا ايمن؟ هي المسيرات هتستمر خلال الايام القادمه، ومن امبارح كمان يا كابتن، امبارح الناس اعتصموا في ميدان الشهداء بعد الحادثه، وكان في اعتصام والناس كلها بتدين. هل في مسيره ثانيه النهارده بالليل ولا حاجه ولا مفيش؟ اكيد هيكون يا كابتن مسيرات، وهيكون في وقفات، وهيكون في اعتصامات
وانا بقول لحضرتك ان احنا طبعا من البدايه بنكون صادقين في كل ما ننقله نعم. وكل ما صحيح. نحكيه. نعم. باكد لحضرتك ان بورسعيد هي شراره الثوره الجديده، الثوره المصريه الجديده التي تريد ان تقضي على كل الايادي التي تخرب في مصر. اشكرك ايمن عيد مراسلنا في بورسعيد ايضا.